بيان إلى الرأي العام أن ما يحدث في سوريا مرتبط بالوضع الدولي والإقليمي، كونها تضم القوى العظمى المتصارعة ذات المشاريع والأطماع الاستعمارية كالدولة التركية العثمانية، وهدفها هو القضاء على مشروع الإدارة الذاتية واحتلال أراضي جديدة في سوريا، وبالتالي أحياء داعش عن طريق جبهة النصرة أو المصنفة على لوائح الإرهاب الدولية. واليوم نرى سيناريو 2018 يتكرر مرة أخرى بحق أهلنا بالشهباء وتل رفعت التي أودت بعشرات الآلاف من المهجرين بينهم نساء وأطفال رضع، وأن هذا الهجوم يوحي إلى خطة واعدة منذ زمن طويل واليوم تم تنفيذها على أرض الواقع، ذلك بتاريخ 28/11/2024. فإن هذه الأعمال العدوانية والإجرامية التي تقوم بها جبهة النصرة الإرهابية بعيدة كل البعد عن القيم الإنسانية والأخلاقية، وهذا ليس بالجديد عليها، فالتاريخ مليء بالمجازر بحق المدنيين والنساء والأطفال والإبادات بحق الشعب عامة. لذا نحن كتنظيمات نسائية في أقليم شمال شرق سوريا، كمنظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة ووقف المرأة الحرة في سوريا، مجلس المرأة في المؤتمر الإسلامي الديمقراطي وكل امرأة حرة، ندين ونستنكر اعتداء الدولة التركية ومرتزقتها على مناطق حلب وشابة وتل رفعت، وندعو كافة النساء إلى تبني نظام عالمي وموحد للوقوف بوجه هذه الهجمات الإرهابية، كما ندعو كافة المنظمات الإنسانية والحقوقية والمجتمع الدولي الضامنة وجميع المنظمات النسوية المعينة بالمرأة والتدخل السريع لتأمين لوازم المهاجرين قسرا إلى مناطقنا وتقديم المساعدات لهم، والعمل على إنهاء هذه المجاهر والانتهاكات، وضع حد لهذه الممارسات اللا أخلاقية بحق الشعوب. 4/12/2024.